محمود جهاد لاعب كويس ولا لا؟ طبعا امبارح كان في ماتش الزمالك وبيراميدز وللاسف خسرنا 3-0. وكالعاده كنت انا بعمل فيديوهات ما خدتش بالك منها بعد الماتش بيوم، لكن مش هعمله النهارده عشان انا نفسي متضايق وماليش مزاج ان انا اتفرج على الماتش تاني واخد بالي من اللقطات تاني. التحليل كله قلته امبارح. كنت اتكلم برده على لاعب الزمالك جابه وناس كتير قوي طلبت مني ان انا احلل الاداء محمود جهاد لاعب نادي الزمالك الجديد، وهل هو لاعب كويس ولا لا. بصوا يا جماعه، طبعا الزمالك محتاج تعاقدات تانيه. انا قلت ده من بعد السوبر الافريقي، قلت الزمالك محتاج لعيبه السوبر، وكل مباراه يعني دلوقتي اصابه المسوسي فلازم تجيب لعيب مدافع اجنبي مكانه مثلا، قدام محتاج 2 اجانب، فالزمالك محتاج اجانب. انا بقول لك اللي هيفرق مع الزمالك الاجانب السوبر اللي هيجيبهم. انا بقول لك اهو اللي هيخلي الزمالك ينافس فعلا بجد في البطولات اللعيبه الاجانب. فاتمنى الاداره تسرع. مفيش يا جماعه فشل اكتر من كده والنبي، يعني انتوا وصلتوا لمرحله من الفشل مرعبه. اعتبر يا سيدي القيد هيقفل بكره او النهارده، ما تعتبرش ان يوم 8/2 ولا 28/2، لا هات من دلوقتي. لو انت محضر 2-3 لعيبه هاتهم دلوقتي عشان عمال ما نوصل للماتشات، عمال ما نوصل لماتش الاهلي تبقى اللعيبه اتجهزت. كان اللعيبه الاجانب او حتى المصريين انت ناوي تجيبهم. لكن انا النهارده هتكلم على محمود جهاد لاعب الزمالك الجديد. هكلمك على مميزاته وعيوبه وكل ده، بس لازم اقول حاجه مهمه قوي. انا هتكلم على محمود جهاد في فاركو، ماليش دعوه في الزمالك ايه اللي هيحصل. هنتكلم على اداؤه في فاركو. كان مميز في لان ياما لعيبه كانوا مميزين قبل الزمالك وجم الزمالك بقوا اقل، والعكس ياما لعيبه كانوا قبل الزمالك مش افضل حاجه وجم الزمالك عليوا. من فيهم لعيبه دلوقتي موجوده في النادي اصلا دلوقتي موجوده ونجوم ما كانوش افضل، ما كانش حد يعرفهم اصلا قبل الزمالك. فهي بقى هنا المعضله، هينجح ولا لا دي بتاعه ربنا وبتاعه اللاعب، هيتالق ولا لا. كده انا هقول لك مميزاته. هل اللاعب ده عنده مميزات؟ طبعا، وكل مميزاته هقولها لك بالصور. جهاد عنده مميزات كتير الصراحه. اول ميزه عنده استخدام رجليه الاثنين في الخروج بالكوره. هنشوف ده بالصور وباللقطات. اللي قدامك ده محمود جهاد لاعب الزمالك الجديد. بص يا جماعه، هتلاقي لاعب بتروجيت رايح يضغط عليه، وعلى فكره بتروجيت من الفرق اللي بتضغط كويس قوي. لما نيجي بقى المقابله هبقى نتكلم عليها. فلاعب بتروجيت رايح يضغط عليه، هنا هتقول بنسبه كبيره الكوره دي اتقطعت. بص الراجل قريب قوي من رجل محمود جهاد جدا، بس جهاد عمل ايه؟ رقص حلو قوي، خد الكوره من يمينه على شماله ورقص بشماله حلو قوي، خد الكوره وعمل تمريره بالعرض. خدت بالك؟ استخدم رجليه الاثنين في المراوغه. حاجه عظيمه جدا. في لعبه في الزمالك لما بتيجي كوره على رجلهم الشمال بيعطلوا، ده لا، اللاعب راح على رجله اليمين فهو نقلها بسرعه من اليمين للشمال، فاللاعب ما توقعش ده، فطلعت بالكوره بسرعه ونقلتها الناحيه الثانيه بسرعه، ودي حاجه مهمه جدا فيه. تعال نشوف ده بالصور تاني. بص الكوره دلوقتي مع لاعب فاركو، ده مش جهاد اللي معاه الكوره، ده زميل جهاد. بص جهاد طلب الكوره، اللي هيحصل لاعب فاركو اداله الكوره، انت تقول الكوره دي هنا مزنوقه جدا. يعني انا بقول لك في لعيبه كتيره في مصر وفي العالم لو قلت لهم الكوره في الحته دي تقطع منهم بسهوله وتروح لهم مرتده. عمل ايه جهاد؟ استلم الكوره بيمينه، فاللاعب عمل ايه؟ دخل على يمينه، رقص بسرعه وخدها على شماله. مش بس كده، لما خد الكوره بشماله مشى بشماله وجرى لقدام، خد الكوره. بص هتلاقي في لعيب بيجري تحت، جرى ورماله الثرو. خدت بالك ان هو مش بس طلعك بالكوره واستخدم رجليه الاثنين في الخروج بالكوره، لا ده خد الكوره رمى الثرو كمان وجرى لقدام ورمى الثرو لقدام للاعب، وكانت هجمه خطر جدا لفاركو. خدت بالك؟ ده المهم ان هو بيستخدم رجليه الاثنين في الخروج بالكوره وبيجري. خلي بالك حته بيجري وسريع دي مهمه قوي قوي قوي. في لعيب كان في الزمالك 6 برضه مشى رجع في فرقته كان بطيء جدا، لا جهاد اسرع بكتير منه كتير. خد بالك اللقطه لسه جايبها لك دي، لقطه مهمه قوي لان قلت لك هو مزنوق، لعيب مضغوط عليه، ففكره ان هو غير متوقع. هو رجله اصلا ايمن، هو بيلعب برجله اليمين، فلما تروح تضغط على رجله اليمين هو بيعمل ايه؟ بيرقص وبياخدها من اليمين للشمال على طول. فدي حاجه مهمه جدا. بيستخدم رجليه الشمال في الخروج بالكوره وبيرقص كمان برجليه الشمال، بيجري لقدام برجليه الشمال عادي. فهو دي حاجه مهمه جدا. هو كمان ما بيعطلش، من البلدي كده ما بيعطلش. رجليه اليمين كويسه طبعا، رجليه اليمين اقوى، لكن كمان هو استخدم رجليه الشمال تسجيل. الراجل سجل هدفين برجليه الشمال والجونين من بره ال 18 برجليه الشمال للرجل الضعيفه. خد بالك ان هو بيستخدم رجليه الاتنين بشكل هايل. ثالث صوره معانا الكوره مع لاعب فاركو. بص هنا جهاد طلب الكوره. بص بقى هنا اول ما الكوره جت لجهاد، بص اللاعب بيعمل ايه بتاع بروجيت، راح يضغط عليه مش سايبه. عمل جهاد لف بجسمه جهاد لان هو شايفه، لف بجسمه جهاد وعمل تمريره ببطن رجله لقدام طلعك من الضغط بسهوله جدا. فهو واخد باله هو واقف فين، واخد باله ان اللاعب جاي يضغط عليه. الترن اللي عمله ده يبقى هو عارف هو واقف فين ومين قريب منه ومين جاي يضغط عليه. لف بجسمه حلو ومره واحده ببطن رجله لقدام على طول هايل. هو في الحته دي جهاد ممتاز. حته الخروج بالكره واستخدام رجليه الاثنين هايل. قبل ما اقول لك تاني ميزه لجهاد بالصور في الناحيه الدفاعيه لازم اقول لك حاجه. جهاد عنده 23 سنه، طوله 185 سم يا جماعه، دي حاجه حلوه جدا. الطول بيفرق طبعا. يعني هو انا بكلمك عن الناحيه الجسمانيه، فانا قلت لك ولسه هقول لك، لكن لازم اقول دي مهمه. هو جهاد طويل ما شاء الله عليه، في حارس في الزمالك اقصر منه اسمع علينا، فجهاد طويل ما شاء الله عليه، جسمانيا قوي قوي جدا كمان في الالتحامات. رجليه ما شاء الله متاسسه كويس وجسمه قوي. دي حاجه بتفرق قوي يا جماعه، دي اهم حاجه في لعيب نمره 6 انه يبقى قوي. بس دي في حته برضه بتكلم عليها. نيجي بقى لتاني ميزه في جهاد. جهاد عنده قدره عاليه قوي في توقع مسار الكره رايحه فين. اسمع دي مهمه قوي ودي حاجه بتزيد مع الخبره.
هنشوف ده بالصور. الكره مع مدافع الاهلي، ده ماتش الاهلي وفاركو عشان بس اجيب لك برده ماتش تقيل اهو، اجيب لك منه لقطات مهمه جدا. كره مع مدافع النادي الاهلي، بص ان جهاد واقف، هو اللي واقف يا جماعه، ده قدامك ده محمود جهاد. جهاد عمال واقف في النص تحسبا ان ممكن تكون رايحه يمين شمال، هو حس ان ياسر ابراهيم او مدافع الاهلي ساعتها في الكره دي هيديها ناحيه اليمين بتاعه الاهلي، فعمل ايه؟ قرب شويه، بص خد خطوات شويه ناحيه اليمين بتاعه الاهلي، هي الشمال اللي عنده هو، توقع فعلا مسار هجمه اتلعبت فعلا، شال الكره دي بدماغه، فبين لك طوله، خلي بالك حتى ده اللي بارك لك، يعني ممكن يشيلها من على الارض وارد، لكن شال الكره دي بدماغه اصلا وقطعها وخدها سلمها كمان لزميله، دي حاجه جامده جدا. فهو توقع مسار الهجمه، ودي حاجه يا جماعه مهمه جدا، حاجه ممكن ما تبانلكش حتى بالارقام، تبان لك بالعين. انا شفت ده ولا حاسس ده في كذا مباراه لجهاد، ومنهم انا جبت لك بالذات ماتش الاهلي عشان بس اجيب لك ان هو لعب قدام الاهلي كويس، كمان كان عنده عيوب لسه هجي لك ليها على فكره، بس هو عنده حته عاليه قوي وعنده سنس قوي في توقع مسار الكره رايحه فين، هو الكره هنا هو ممكن يلعب هنا، فانا شالها بدماغه، دي حاجه حلوه جدا. تقول له ممكن تكون دي لقطه، لا اجيب لك لقطه ثانيه بقى اهم من اللقطه اللي لسه جايبها لك. الكره دلوقتي مع الاهلي ناحيه الشمال، ركزوا قدامي، بصوا يا جماعه مين ده يا جماعه؟ ده محمود جهاد بيشاور لمين؟ للاعيبته، بيقول لهم خلي بالكم امام عاشور هيجري يتحرك هنا، باين قوي يعني هو بيشاور على امام عاشور، بيشاور على اللي هو خلي بالكم منه، ولاعب بيوجه، دي حاجه عظيمه جدا جدا جدا، دي برده ما تبانش بالارقام، تبان برده في نظرتك للاعب هو بيلعب بيبقى عامل ازاي، بيوجه زمايله، بصوا خلي بالكم من هنا، خلي بالكم من هنا. فايه اللي حصل؟ دليل على الكلام ده يعني فعلا كان هيلعب ثرو هناك، اللي حصل نقل الاهلي الهجمه من الشمال لليمين، مين مصحصح لده؟ جهاد. اول ما الكوره جت ناحيه اليمين للاهلي اللي حصل؟ اتلعب ثرو على طول لمروان عطيه، مين دخل وقطع الكوره وجرى بسرعه؟ محمود جهاد، توقع مسار الكوره، قطعها قبل اصلا ما تروح للاعب الاهلي اصلا، خلي بالك عشان لسه هجي لك لما تروح بيعمل ايه، ده عيوب، لكن هو قطعها قبل ما تروح للاعب الاهلي اصلا، توقعها من اقصى الشمال لليمين، راح واقف، اول ما الكوره اتلعبت جرى على طول، حط جسمه قطع الكوره برجله وراح لقدام، هايل بصراحه، دي ميزه جامده قوي في جهاد، توقع الكوره ممكن تروح فين، وخلي بالك دي حاجه بتزيد قوي مع الخبره، يعني دي كل يوم بيلعبه حرفيا او كل ماتش بيلعبه دي بتزيد معاه اكتر كمان، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. طبعا قلت لك ان هو سجل هدفين بشماله، طوله كويس، كل ده قلت لك. طب ايه بقى المشكله مع محمود جهاد؟ اسمع دي الله يبارك لك بقى، وده اهم جزء في فيديو النهارده. جهاد مع فاركو بيلعب في مساحات ضيقه جدا، مساحات قليله قوي، عكس الزمالك احنا بنلعب جيم مفتوح، بنفتح الملعب، احنا اللي بنهاجم، احنا الفعل مش رد الفعل. فين هتظهر بقى المشكله؟ هل المشكله دي ظهرت مع فاركو؟ لا. طب هتظهر مع الزمالك؟ الله اعلم. هي مشكله ايه؟ اللعب في مساحه، الدفاع في مساحات واسعه، انا ما شفتهاش، لان فاركو ما بيلعبش مساحات واسعه خالص نهائي، فما اعرفش هل جهاد هيقدر ان هو يسد مع الزمالك في الحته دي. خلي بالك هو سريع وطويل وقوي، انا بقول لك، بس دي بتحتاج كمان حاجات تانية كتير، هو عنده المميزات اللي تخليه لاعب سوبر، انا بقول لك اهو، بس هل يبقى هنا عنده مشكلتين، الضغط الجماهيري، ما اعرفش ايه دنيته معاه، رغم انه لاعب منتخب مصر الاولمبي، خلي بالك يعني دي حاجه مهمه، ولكن هل هيستحمل ضغط الزمالك في الوقت اللي احنا فيه؟ كمان ناس مش طايقه بعض خالص، الله اعلم من ده، خلي بالك. بس جهاد لو اثبت نفسه هيركب، لان كده كده دونجا بيحلق تاني، دونجا بيحلق قدام جهاد، فرصه انه يثبت نفسه، انا بقول لك اهو، ولكن هو كان بيلعب في فاركو في مساحات اضيق بكتير من الزمالك، احنا بنلعب جيم مفتوح، هو الفرقه كلها قدامه في مساحات كبيره، هل هيقدر؟ فهو السؤال اهو، عشان بس ما حدش يجي يلومني لو لا قدر الله فشل حاجه يقول له انت لا ما قلتش حاجه اهو، انا بقول لك من دلوقتي اهو، جهاد لازم يورينا ده، جهاد لو ما عرفش يدافع في مساحات واسعه هيفشل مع الزمالك، انا بقول لك اهو من اخر هيفشل مع الزمالك لو ما عرفش يدافع في مساحات واسعه. طب لو عرف يدافع في مساحات كبيره وبقى اذكى من كده ودخل التحامات اكتر، وده احد عيوب جهاد، بيخش في التحامات، هو المشكله انه قوي، لازم يدور على الكره ويروح لها، يعني ما قلت لك هو بيتوقع مسار الكوره، لكن احيانا لما الكره بتروح للاعب معين ممكن ما بيضغطش عليه كويس، دي مشكله، هو لازم يضغط افضل كمان من كده، لازم. فين هيبان بقى مع الزمالك ايه؟ في حاجه برده في جهاد كويسه، مدرب فاركو بيدي تعليمات لنص الملعب ان هم يغطوا على الباكات، دي حاجه كويسه، هو كمان ممكن يميل شويه على فتوح، فدي حاجه كويسه، يعني ممكن هو يقدر يغطي باكات نادي الزمالك، دي ميزه مش عيب على فكره، ولكن المهم عندي انه يقدر يدافع في نص الملعب، ما ينفعش لعيب مثلا زي امبارح بماتش بيراميدز، لاعب معدي من الدونجا كده بيقول له السلام عليكم، يقول له عليكم السلام، تعال اشرب شاي، ما ينفعش لعيب يعدي كده وهو جنبي، لا حتى لو هاخد طرد اخد طرد، لازم يا جماعه الفاول التكتيكي في نص الملعب ده اهم حاجه يا جماعه، اهم حاجه. وكمان امبارح ماتش بيراميدز زي ما بقول لك كانت ممكن تقطع الكور دي، مش كمان تعمل فاول، والله دونجا لو كان مركز، لو كان موجود، لو كان موجود يعني كان قطع كور كتير جدا في نص الملعب امبارح كتير، بس كان مش موجود بيتفرج ومن غير فاول، شوف بقى من غير فاول كان هيقطعها، حتى بالذات الجون الثاني مش فاكر الثاني ولا الاول، كان الثاني كان ممكن يقطعها، زيزو تخاذل في الكره دي، لكن دونجا كان اقرب وكان ممكن كمان ياخدها اكتر من زيزو كده كده ما اعرفش ايه دنيته، لكن دونجا ده مكانك بقى، دي حتتك، راجل معدي منك قطعها منه، اعمل فاول يا عم، مش هقول اعمل فاول. فاتمنى جهاد ان هو يقدر يدافع في مساحات واسعه، لو قدر يبقى صفقه سوبر للزمالك، ما قدرش هيبقى بديل لدونجا، هنا بقى رهان جهاد.
طارق حامد لما جه الزمالك كان دكه لحد ما اثبت نفسه وطور من نفسه وبقى اساسي نادي الزمالك، ولغايه دلوقتي انا عايزه يرجع الزمالك. هتقول عايزه يرجع الزمالك، انا بقول لك اهو. في حاجه بقى، لو جهاد هيلعب لازم عبد الله جنبه او فتوح، انا بقول لك اهو من دلوقتي، بس لازم 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 لعيب كوير كمان، يبقى الاثنين كوير هتطلع قدام اي فريق من الضغط. لازم ما ترميش الحمل عليه، هو مش رودري او بوسكيتس عشان يطلع لوحده، لا ما ترميش الحمل عليه. لكن شغل بقى جروس اللي هو هرمي فتوح في الباك وحطه في الطرف، ده غلط، وانا قلته في اول يوم لجروس. انا بقول لك اهو من دلوقتي. فلو عبد الله ما بيلعبش فتوح يبقى 8، انا بقول لك اهو. هتلاعب بقى جهاد، هتلاعب دونجا، دي نصيحه لجروس. لو جروس هيفضل يلعب فتوح باك شمال يمشي، بقول لك اهو من دلوقتي. لو هيفضل يلعبه في الحته دي كده زي ما هو، فتوح ضايع، ما بيجريش يا جماعه خالص، لا بيهاجم ولا بيدافع. بس ده كان كلامي على محمود جهاد اللي قدامه فرصه، لو قدر يدافع في مساحات واسعه هيبقى صفقه ممتازه، لو ما قدرش هيبقى صفقه فاشله. توقعاتك للصفقه؟ فيديو عجبك لايك شير سبسكرايب. سلام عليكم.